تحديث جديد يا شباب في الواتساب، تحديث رائع جدا جدا جدا. التحديث الجديد اللي هو في الواتساب ده هيخليك تقدر تكتب اي رسالة وتبدأ تضغط على كلمة ارسال. يعني بالبلدي كده هنضيف زر جديد لارسال الرسالة. لما باجي اكتب رسالة ببدأ اضغط، وانا بكتب الرسالة كده السهم اللي بيطلع لي جنب الرسالة ببدأ اضغط عليه بيبدأ يرسل الرسالة. يعني كمثال نشوف بالطريقة عملي، تبدأ تضغط على الواتساب بالطريقة ديت. تمام، وهنفتح مثلا المحادثه ديت. تمام، بعد ما نفتحها نبدا نضغط عليها وهنبدا نكتب وليكن هلا. تمام، انا كتبت هلا اهوت، كتبت رساله، فلازم اضغط على الزر اللي جنب الرساله اللي هو زي كده عشان يبدا يرسل لي الرساله بتاعتي. مفيش اي مشكله. ولكن التحديث الجديد بقى هيخليك تقدر تضيف زر جديد خالص لارسال الرساله. كل اللي عليك هتبدا ترجع بالشكل ده كده وتضغط على الثلاث نقاط وتختار الاعدادات. من الاعدادات طبعا يا شباب هنبدا نختار حاجه اسمها الدردشات. هنضغط على الدردشات. من الدردشات هنيجي عند اول خيار هنا مكتوب مفتاح الادخال للارسال. مفتاح ادخال سيرسل رسالتك، هنبدا نحدد عليه بالشكل ده كده ونفعله. هنبدا هنرجع تاني وهنجيب الرساله بتاعتنا وهنبدا نكتب وليكن هلا. تمام، لو لاحظت هتلاقي فيه زر جديد ظهر جنب علامة الاكس اهوت او علامة اللي هو التراجع. تمام، هتلاقي فيه زر جديد مكتوب عليه ارسال. تمام، لو ضغطت عليه كده هيبدأ يرسل لك الرسالة بشكل كويس جدا وبشكل جميل جدا. كده احنا ضفنا زر جديد خالص. كده بقى معانا لو جينا كتبنا هلا تاني كده بقى معانا زرين، لا اما نختار اللي فوق اللي هو القديم او نبدأ نختار الزر الجديد. هنبدأ نضغط على كلمة ارسال، هيبدأ يرسل على طول الرسالة بطريقة سهلة وبسيطة. طبعا التحديث ده رائع جدا 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 يا شباب. لو عجبك التحديث بقى ولسه جديد عندنا في القناة ادخل اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل وانتظرنا في كل جديد. ولو في اي مشكلة واجهتك سيب لي تعليق اسفل الفيديو، انا برد على كل التعليقات ونتواصل خاص ونحل مشكلة لو مع حضرتك اي مشكلة. اتمنى اكون افدتكم واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.